السلام عليكم. عندي 5 نقط عايز اتكلم عنهم. اول نقطة، ايه هو حقي كمواطن مصري؟ انا كمواطن مصري ليا حق في البلد ديت، في الارض دي، من موارد: نيل، تربة خصبة، معادن، بترول، حديد، منجنيز، فوسفات. انا مصري الجنسية، ليا الحق في موارد الدولة، ليا الحق في موارد الدولة، من سد عالي، قناة السويس، من السياحة. كل دي اسمها موارد الدولة. ايه كمواطن؟ ان الموارد ديت يتم استغلالها بشكل صحيح، ويبقى ليا قابل إرادتها: تعليم، علاج، سكن، عمل. النقطة التانية، يعني ايه وطن؟ معناه وانا ماشي في الشارع كده لما اقع ولا اتخبط تلمهم عليا: وايه يا ابني مالك؟ بص، ولا اللي بيقومني واللي يقول لي التاني شوف موبايله، هتلاقي حد من اهله. شوف عجوزه بتعدي الشارع، ابص الاقي ناس ملمومه حواليها وبتعديها. ده الوطن. الدفى ان احنا كلنا خايفين على بعض، هو ده الوطن. الوطن ان انا ابقى راكب معديه بتاعت النيل وابقى عمال اتفرج على ميه النيل والخضره، مش مصدق نفسي وانا عمال معدي بتفرج على كل ده. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ بلدي. وطن. هو ده الوطن. الوطن ان انا يوم ما ابص الاقي ارضي بيتاخد منها شب، دم يغلي ويتحرق، ولما اشوف عسكري شايل سلاح احس بالفخر. جيشي. مش معنى كده ان انا افرط في شبر منها لاي سبب من الاسباب. دستوري محتم عليا كده. النقطه اللي بعديها، عرفنا يعني ايه وطن، يعني اهل، يعني ارضي. المهم، النقطه اللي بعد كده، يعني ايه حكومه؟ الحكومه دي مجموعه المواطنين اللي تطوعوا، وده ناتج عن خبراتهم ومؤهلاتهم اللي بتأهلهم لإدارة شؤون الدولة من موارد ومصروفات وخدمات عشان كل مصري يعيش حياة كريمة. هي دي الحكومة، ملهاش معنى تاني. بهيئات، بوزارات، بإدارات، مجموعة مواطنين عندهم خبرات، مؤهلات تكفيهم ان هم يديروا شؤون البلد دي، شؤون موارد الدولة دي، بما يتناسب مع صالح كل مصر. هي دي الحكومة، ملهاش معنى تاني. النقطة الرابعة، يعني ايه مظاهرات؟ يعني ايه كل سنة، معدل كل سنة تنزل تقف تزعق في الشارع، تدي فرصة لكل خاين، كل متآمر، سميه زي ما تسميه، المهم ان انت بتدي فرصة لكل فاسد ان ورقه يتحرق، ملفات فساده تتحرق. ما نعرفش ايه اللي حصل السنة اللي قبليها، ما حدش يعرف يرجع له. انت ذات نفسك لو ليك رخصة في المرور يقول لك معلش المرور اتحرق. اللي ليه رخص قبل كده استنى بقى اعمل لك بدل فائد مش عارف منين، ملفات بيانات مش عندي، اعمل ملف بيانات جديد. كل سنة كل سنة زي الغبي تقف قدام التلفزيون فاكر نفسك ان انت هتاخد حقك بالزعيق، ولما تقف في الشارع تدي فرصه لده يحرق وده يخرب وده يكسر. عارف ليه؟ عشان انت منعدم التواجد المجتمعي. اقول يعني ايه تواجد مجتمعي؟ مواطن، يعني ابقى موجود في البلد دي، مؤثر. الاقي انتخابات انزل انتخب، الاقي في تزوير انزل اشتكي، اشوف حاجه غلط ابلغ، ما كسل وامشي ورا الشكوى، ابلغ واتصل تاني واتصل تالت وغيري يبلغ واللي بعدي يبلغ. اخاف؟ لا ما اخافش، انا مش لوحدي، احنا 90 مليون. عارف يعني ايه 90 مليون؟ 90 مليون دول كلهم اهل بلد واحده. تواجد المجتمع، اشوف زماله المها من على الطريق، اشوف حد بيعمل غلط اقول له، اشوف حرامي بيسرق امسكه ما اخافش، كفايه جبن. البلد دي بتضيع من ايدينا بسببنا، بسبب انعدام تواجدنا المجتمعي. كلنا ما بقيناش مؤثرين في المجتمع، ما بقاش لنا قيمه، بقينا بندور على القرش وخلاص ونشتكي. وزي العبط كلمتين يتقالوا لنا في التلفزيون ننزل نسخن نتخانق ونزعق، نتضرب برصاص يموت مننا، ويقولوا ده خونه وعملاء نزلوا وحصل واتحرق وبيانات وراحت وملفات واتحرقت، مجمع علمي وخرايط، ونبص تلاقي بلدنا بتضيع مننا. بلدنا ديت محدش ليه الحق ان هو يتحكم في شبر منها، محدش ليه الحق، ولا مسؤول ولا اي حد. الماده 151 في الدستور بتقول كده. مش عارف؟ خش اعرف، اكتب دستور وهات الورقه دور، ليك حق انت كظابط، كدكتور، كعامل، كلنا عايشين في البلد ديت لينا حقوق. خش دور واعرف ايه حقك.